هي ايه اكتر الوظائف اللي اتأثرت بجد بالاي اي؟ بناء على تقرير شركة انثروبيك اللي عاملة كلود، في المرتبة الاولى وانا نفسي اتخضيت الكمبيوتر بروجرامرز، وده لان الاي اي بقى يقدر يعمل 75% من شغلهم. بعدها عندنا خدمة العملاء، الاي اي بقى يقدر يرد دلوقتي زي البني ادم بنسبة 70%، وفي شركات كتير جدا حول العالم صغرت فريقها وبقت تعتمد على بوتس. وطبعا عندنا الداتا انتري او الناس اللي قاعدة طول اليوم قدام الكمبيوتر بتدخل في معلومات وبس. واستحملوا معايا اللي جاية دي، الماركتنج والماركت ريسيرش من اكتر المجالات اللي اتاثروا. طبعا اي حد بيدور على اي معلومه في ماركت جديد او عايز يعمل استراتيجي او حتى كالندر صغير بيروح يجيب الافكار والريفرنس، ومش بعيد الديزاين كمان من الاي اي. واخيرا قطاع الاستثمار، ده لان الاي اي بقى يقدر يحلل معلومات ضخمه ويتوقع السوق ماشي ازاي. طيب انا شغال في مجال من دول، ايه مش هلاقي شغل؟ لا هتلاقي. التقرير بيقول ان لسه الذكاء الاصطناعي ما تسببش ان الناس القديمه اللي بتشتغل في المجالات دي تخسر شغلها، لكن تسبب في ان الشركات ما بقتش بتعين نفس العدد من الخريجين اللي هم الفريش جراديويت سن 22 ل 25. يعني خطر علينا احنا. بس كده، قولي لو عايزين الفيديو الجاي نتكلم عن ايه هي الوظائف اللي ظهرت بسبب الاي اي.